مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. ده يعتبر اول فيديو ليا في السنة الجديدة 2025. ان شاء الله تكون سنة كويسة علينا، ربنا يجعلها دايما كده. ايام ستر وصحة وخير وبركة من عنده يا رب ان شاء الله. وباذن الله نقدر نعمل حاجات كتير جدا جدا فاتتنا في 2024 او ما لحقناش نعملها في 2024، باذن الله نعملها في 2025. الفيديو بتاع النهارده ده انا مش لاقيه بصراحه ليه مسمى خالص غير حاجه واحده بس، قدرت ان انا اكتبها فوق الفيديو وانا بحضره. هو انه رساله مبعوثه من عند ربنا. لو بتسمعيني اعتبري الكلام ده جايلك من عند ربنا. اول رساله حابه اني اوجهها وهي اني احب شكلي واحب شخصيتي واحب كل حاجه فيا. ادي لنفسي احساس بالثقه بالنفس. ما حبيتش نفسي في اي حاجه. شكلي تخين رفيع، شكلي طويل قصير، شكلي اسمر، شكلي ابيض، مش هتفرق ايا كان شكلي ايه. المهم ان انا ابدا اطور من نفسي، اللي هو ما افضلش على الحاجه السلبيه اللي هي موجوده فيا، سواء كانت في شخصيتي او في شكلي او في اي حاجه فيا مش عجباني، وافضل زعلانه ومحبطه كده واجيب لنفسي الاحباط وافضل اقول انا مش هتغير، انا مش هعمل. لا، انت تقدري تعملي وتقدري تغيري وتقدري تطوري من نفسك في كل حاجه حرفيا، سواء في المستوى الفكري او العقلي او في شكلك عموما، او مثلا في حياتك المهنية، في الشغل، في بيتك، في حياتك. تقدري تعملي كل حاجة بطريقتك بس الموضوع محتاج شوية تفكير. وطبعا حضرتك دلوقتي قاعدة بتعدي الأيام اللي فاتت في حياتك وتقولي خلاص أنا سني كبر، مش هقدر أعمل اللي كان نفسي أعمله من 4 5 سنين مثلا. احب اقول لحضرتك لا، لسه في قدامك عمر تاني جاي ان شاء الله. ربنا يديك الصحة وتقدري تحققي اللي كان نفسك تحققيه السنين اللي فاتت دي كلها. الموضوع كله بس محتاج شوية إرادة وصبر، وتقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. الخلاصة من كل الكلام اللي احنا قلناه ده اني اعامل نفسي كصاحب، اشوف نفسي من مراية نفسي مش من مراية الناس. الدريم ليست بتاعتي اللي كنت كاتباها في 2024، وفي حاجات وارد تكون محققتهاش في 2024 هكتبها في 2025 واكيد ان شاء الله هتتحقق. طبعا بعد الكلام الحلو ده ورسالة الامل والتفاؤل بتاعتي دي، عايزة اقولك قومي بسرعة، هاتي نوتة او هاتي كراسة او هاتي ورقة وقلم واكتبي نفسك في ايه. اكتبي كل حاجة نفسك تعمليها. احنا لسه النهاردة 5/1 يعتبر، يعني لسه في بداية السنة. فاحنا عندنا السنة مقسمة زي ما عملتلكوا قبل كده، قلتلكوا السنة مقسمة 4 أجزاء. 4. احنا يعتبر لسه في الربع الأول. هنشوف نفسنا وهنبدأ نقيم نفسنا بعد ما الربع الأول يخلص، اللي هو نهاية شهر 3. تمام؟ ان شاء الله بإذن الله أسمع عنكم كلام حلو وأخبار حلوة ان شاء الله يا رب، وتقدروا تحققوا كل اللي انتوا عايزينه. بس الموضوع محتاج شوية معافرة، شوية صبر، وشوية مجهود. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خليكي مؤمنة دايما بجملة او مقولة لكل مجتهد نصيب. ربنا عمره ما بيضيع مجهود حد ابدا. عمرك ما هتشقي وتتعبي على اي حاجة نفسك تحققيها او نفسك تطوري من نفسك في اي حاجة وتلاقي في الاخر مجهودك راح. عمره ما يحصل. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب.